في عهد بطليموس الأول سنة 330 قبل الميلاد تم بناء مكتبة الإسكندرية القديمة، وفي عهد بطليموس الثاني صرفوا عليها فلوس كتير وأضافوا أقسام جديدة للمكتبة ووسعوها. كانت مكتبة الإسكندرية الملكية أول مكتبة حكومية عامة اتعرفت في التاريخ، وفضلت أكبر مكتبات عصرها. المكتبة القديمة كان فيها عدد هائل من الكتب والمخطوطات، وصل ل 700 ألف مجلد. اتبنت مكتبة الإسكندرية على إيد أتباع وخلفاء الإسكندر الأكبر، ومن أكتر من 2000 سنة علشان تضم أكبر مجموعة من الكتب في